السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير وسعادة. النهاردة بقى هنعمل السهل الممتنع. ليه السهل الممتنع؟ هقول لكم. لان يعني الحاجة دي حاجة سهلة جدا، واحنا دايما نقول لا مش هنعمل منها. ليها مليون طريقة، بس احنا دايما بنعمل حاجة معينة واحدة. ايه هي؟ هنعرف دلوقتي. نقدر نعمل منها كفتة، نقدر نعمل منها برجر. بصوا دي حلوة جدا جدا وسهلة وجميلة وخفيفة، وكبير وصغير بيحبها. مش هتقولي عليها لا خالص. صلي على رسول الله وتعالي ندخل على الوصفة على طول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. معايا كام بطاطساية كده، قشرتهم وغسلتهم حلو جدا، وحطيتهم في بولة كده أو تحطيهم في حلة، وهنزود عليها طبعا مية وشوية كده من الملح وشوية من الكمون، ونسيبهم على البوتاجاز. سهلة ولا مش سهلة؟ سهلة وبسيطة جدا. طبعا عايزة اقول لكم حاجة، في الوقت اللي احنا فيه ده ندعي كتير ونصلي ونقول يا رب يبعد عنا الغمة دي يا رب العالمين. بصوا بقى، عايزة اقول لكم ربنا يهون يا رب على الجميع يا رب. هنا بقى بعد ما اتسلقت البطاطس، انا عملت ايه؟ غليت غلوتين، رحت قافله البوتاجاز خالص، قفلت عليها النار، وبعدين سبتها في الميه السخنه زي ما هي. سبتها شويه وبعدين صفيتها، وحطيت عليها معلقه كبيره من الفيجيتار زي ما احنا شايفين كده، وبدات ان انا اهرس فيها. بقيت احاول ان انا اهرس فيها شويه كده حلوين، عشان اوقات بيبقى فيها قطع صغيره ما بتبقاش حلوه خالص طبعا لو عملتيها بالشكل ده. وهبدأ أهرسها كده بالطريقة دي. عندك بقى كوباية، عندك هراسة. الجيش بيقولك اتصرف، واحنا طبعا بنسمع كلام الجيش. طبعا انت دخلت الجيش قبل كده وعارفة، فلازم تتصرف. ما تنسيش تذكري الله وتدعي لي دعوة حلوة. لو الوصفة عجبتك، لو ما عجبتكيش ادعي لي دعوة حلوة، ولكم ولنا بالمثل بأمر الله. كده خلاص حلو قوي. عندي بقى اطباق فويل، ما عندكيش تقدري تعملي في اكياس براحتك. المهم ان انت برضو تتصرفي زي ما قلنا في الاول كده، والجيش بيقولك اتصرف. هاخد بقى جزء كده صغير وهبتدي ان انا اعملها على شكل البرجر. عندك بصمة البرجر تقدري تعملي بيها، او عندك غطا برضو تصرفي. المهم ان انت تعمليها باي شكل انت عايزاه. لو شكل البرجر يبقى اعمليها بالطريقة دي، اسهل حاجة. ولا غطا ولا اي حاجة خالص، احنا ما دخلناش الجيش. المهم، وهنبتدي بقى ان احنا نعملها بالشكل دوت. وكيس يكون حلو كده من بتاع التلاجة، طبعا اكياس نظيفة. وهنبتدي ان احنا نفتح الكيس ونخلي جزء بره وجزء على الطبق، ونبتدي بقى نحط بالشكل ده. عايزة اقولك انا عملت جزء كده من البرجر، وعملت شوية كمان على شكل كفتة. برضو بتبقى جميلة جدا. هي طبعا نفس الطعم وكل حاجة، لكن الشكل هو اللي مختلف. كده اهو. وطبعا ما تبقاش كبيرة، ما يبقاش السمك بتاعها عالي عشان ما بتبقاش حلوة. حتى لو هتعملي منها بانيه الناجتس، برضو لو السمك بتاعها عالي مش حلو خالص. كده خلاص خلصت ودخلتها الفريزر. وبعد ما خرجتها من الفريزر، بقيت بصوا زي ما احنا شايفين كده افكها. انا سبت، هي قعدت بصراحة في الفريزر كتير. بقيت اطلعها وافكها بالشكل دوت، واحطها في اللبن كده. مش عايزة لبن مش مشكلة، طلعي مية ساقعة وحطيها فيها. تمام. وهنبتدي بقى نحط كده في اللبن، ونبتدي نحط فيه الكريسبي. ده كريسبي على فيجيتار، انا مش عاملة فيجيتار بس ولا كريسبي بس، حاطة الاتنين على بعض، خلطاهم ومقلباهم كويس. وبدأت اضيف البطاطس كده اهو في اللبن، واحطها في الكريسبي. هغلفها بالكريسبي واحطها تاني في طبق يكون عليه كيس، وهبتدي بقى احط عليه بالطريقة دي. بس طبعا تتغلف كويس. ممكن تستبدلي اللبن ببيض، ممكن تستبدليه بمية، مش مهم. المهم ان انتي تجربي الوصفة وبأمر الله تعجبك. طبعا احنا الوصفات دي كلها بناخدها من بعض. لو احنا طبعا قنوات صغيرة قنوات كبيرة، احنا الوصفة اللي بتعجبنا بنحب نعملها، ولو طلعت حلوة بنحب ان احنا نفيدكم بيها. ويا رب بأمر الله تعجبكم. وما تنسوش دعموني باللايك الحلو واذكروني بدعوة حلوة.
بصوا اهو، عايزه اقول لكم هي كفته برضو كده بتبقى حلوه قوي. لو جربتيها قبل كده اكتبيلي في الكومنتات، لو شفتي بقى الفيديو واي تكه بقى عجبتك كده قوليلي عليها عشان اجربها. عايزه اقول لكم كمان ما تنسوش الفيسبوك بتاعي، الصفحه طبعا بتاعه القناه بنفس الاسم ملكه في بيتك. عايزه اقول لكم الحمد لله الحمد لله رب العالمين، فيها تفاعل معقول، والصفحه بدات تتفاعل الحمد لله. فعايزاكم برضو كده تبقوا معايا على الصفحه، وان شاء الله تتابعوني واتابعكم، وبامر الله من الناجحين باذن الله. طبعا سواء قنوات سواء ست بيت، الاتنين طبعا يعني انتوا بجد من الناس المحترمة جدا اللي بعزكم. بصوا بقى كده اهو، خلاص انا خلصت. انا كده خلاص غلفتهم بقى ب الكريسبي. وعايزه اقول لكم الكريسبي انا مش مخليه سليم، انا طحناه نص طحنه كده عشان ما بحبهوش يبقى ناشف قوي وبيبقى بصراحه كبير كده ومش حلو. لا انا بحب اطحنه بالشكل دوت، وابتدي ان انا اغلف بيه بالطريقه دي. بجد الطريقه حلوه قوي، وجربتها قبل كده يعني مش اول مره اعملها، بس اول مره اعملها على القناه. عملتها قبل كده كانت حلوه قوي بجد، وهي عجبتني جدا وعجبت ابو فريده الحمد لله. وعايزه اقول لكم كل ما باجي اعمل حاجه بصراحه او هو ما بيطلب مني حاجه يقول لي اعمليها، زي المحشي كده طلبوا مني وحبيت ان انا طبعا اعمله له على طول، لان ده يعني صاحب البيت لازم كده نسمع كلامه ونعمل له اللي هو عايزه. ربنا يخليه لنا يا رب ويبارك لنا فيه. وفريده الصغنطوطه الزئرده بصوا بقى كده خلاص بدأت ان انا اغلفها في اكياس واشيلها في الفريزر على طول. عندك بقى بصي عايزه تعملي عشوه خفيفه تطلعيها مع حاجه تانية، عايزه تعملي سندوتشات بس. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله.